نحن عمال شركة أنا التابعة عمال وعاملات شركة أنا التابعة لمارتشيكا. اعتصمنا هنا لإيصال ندائنا إلى جميع المسؤولين في هذا الوطن العزيز للمطالبة بحقوقنا القانونية والمشروعة التي تتجلى في الضمان الاجتماعي وإلى غير ذلك من القوانين الأساسية، علما أننا قد توعدنا بتلبيتها من طرف مسؤولي هذه الشركة. وفي الأخير وصلتنا أنباء من نقابتنا المحترمة الاتحاد المغربي للشغل عن رحيل الشركة من المشروع، فبقينا مكتوفي الأيدي عن كيفية حصولنا عن هذه الحقوق القانونية والتعويضات اللازمة. صدق الله العظيم. شكرا. زين شي جنودنا، شنو هي المشكلة بالضبط؟ المشكلة نتاعنا مع الشركة هي أنها يعني كتهمش العمال أولا، ما كتعترف هذا الشيء. تهميش تجلى في يعني عدم إعطاء الحقوق القانونية اللي نصها الدستور ونصها الشرع. قانون الشغل العمال منها ايام العطال والاعياد كونجي بالفرنسي، والعطال يوم السبت العاشي يعني يوم السبت نصف يعني نصف النهار يعني السوايع الاضافيه. وكانت هناك قوانين يعني كثيره ديال الحقوق، بزاف ديال الحقوق كتشوفوها تنظمات. الله يعود. بالنسبه لديك النقطه ديال 6 شهور ياخذوكم 6 شهور عاود تجددوا داك العقد. هذاك العقد في الحقيقه كاينه هذه، واش كاينه؟ كاينه ولكن عمرو درنا حنا كان في الحقيقه في قانون الشغل كل عقده شخصيه، كل واحد يدير عقده مع الشركه كيسني على مسائل قانونيه، ولكن هما عمرو يعني جامي جاو العمال داروا معهم شي عقده قانونيه. يعني داك الشيء كيكون في البدايه 2011 اللي عطاونا كونتراتو سنينا معاهم كونتراتو ديال 6 شهور، الى حد الان ما عطاوناش كونترات اخرى من غير هذه. هذه هي اللي حنا كنعرفوا في هذه الشركه هذه، وحنا كنطلبوا منهم زعما يوفيوا معنا دوك العهود اللي كانوا داروا معنا هما، بانه كاين الضمان الاجتماعي، كاين التقاعد، كاين كل شيء. واليوم حنا كنشوفوا حقوق مهضومه، وهاد الناس هادو بقينا خدامين معاهم حتى وصل الوقت اللي حنا كنقولوا راه حنا غادي نزيدوا عاد في العمل، ما علموناش حتى البارح بالعشيه قالوا لكم راه قالت لكم انا وقفوا حبسوا. والبارح في الليل جمعوا واليوم في الليل جاو هزوا الماتريال ديالهم ومشاو بحالهم، ما خلاو حتى شي معلومات ولا شي وصيه ولا شي حاجه. واليوم احنا بالنسبه للضمان الاجتماعي كاين بنادم اللي داروا له النقاط، كاين بنادم اللي ما دارولوش، هذا احمر وهذا اصفر. اللي كيعرفوهم كيخدموا معاهم كياخذوا الاسرار من الخدامه وكيلعبوا في الخدامه وكيلعبوا في الشانتي، كيعطيو لهم كلشي. ونهار اللي درنا النقابه اتصلنا مع الاتحاد المغربي للشغل، واش داروا؟ استزاروا قدم امام الوسائل الاعلام وقال بان بحيره مارتشيكا راها منقيه، هي بحيره مارتشيكا غاجيو انتم غادي نديكم البلايص، كاين البلايص في الجزيره داروهم خانزين لحد الان، وهذا الشيء كيهمنا وكيهم الدوله ومامته، وخصنا هذا الشيء ما يتكررش. والشركه اللي غادي تجي للقريه، هذه القريه راه منطقه سياحيه، والشركه اللي غادي تجي هنا خصها تخدم، خاصه الساكنه خصهم يخدموا، ما خصوش شي شركه اللي غادي تجيب العمال ديالها من برا. راه هذه ما كايناش، حنا غادي نموتوا وغادي نضحوا على هذه القريه هذه، لان راه بلادنا وغادي نموتوا عليها، ولادنا غادي يخدموا فيها ان شاء الله مستقبل. هذا راه ما كايناش. والشركه منين مشات غادي تمشي بحالها، ما علمتناش بلي غادي نمشيو. الكونجي ما كانش شكون اللي تخلص عليه، كنتصلوا به هاتفيا لحد الان مع المدير وكيقول لنا غادي تخلصوا في اقرب وقت، وهذه العواشر وهذا العيد راه على الابواب. كاين اللي بغى يسافر، كاين اللي قال لكم راه غادي تخلصوا قبل. لا المدير بصفات مدير انا العفريت سميتو العفريت حاج كيبانش كاع. قال لكم التسميه ديالو مجهوله، ما كنعرفوش التسميه ديالو باقي ما عرفناش. قال لكم مور العيد غادي تخلصوا. المدير سميتو عفريت، ولكن عمره ما تقابل معنا ولا شفنا ولا عرفوا على شي حاجه. المقر ديالو مجهول، البلاكه ما كانش ديال الشركه ديال انا ولا والو، فاهم؟ تمشي عند الشركه ما تلقى لا بلاكه لا والو، ويكون شي مجهول. الوضعيه ديالنا باقا مجهوله لحد الان. اين مدينه جات هذه الشركه؟ باقي ما عرفنا والو. المقر الرئيسي في الرباط، ولكن مقر فرعي هنايا في القريه يوجد في الناظور الجديد. كيمشيو العمال باش يطالبوا يعني بالحقوق، ما كيلقاو حتى واحد من الموظفين تما. يعني عندهم نيه مسبقه باش يقضيو على هاد العمال ويعني يهمشوهم ياكلوا لهم حقوقهم. دابا نسقسيو شي واحد، شحال العدد نتاعكم قاعد في القريه؟ كاين 126 خدام.
126 عام. انتو درتوا شي اعتصام في الناظور؟ درناه واحد المره، مسكين استدعتنا النقابه باش مشينا درنا داك. شنو قالوا لكم في داك النقابه؟ قالوا بانه راه العمال اللي كاينين في القريه هما اللي غيبقاو خدامين، والا كاع خرجت هذه الشركه هذه غتدخل شركه اخرى غادي يدخلوا هاد الناس هذه. ما كاينش اللي غادي يدخل بلاصتكم الا نتوما. وبالنسبه لقيتوا شي وعد من المسؤولين؟ ما تلقينا والو. المشكله الوعد قال لكم شي حاجه راه غادي نديروا. غادي نعطيكم في الاجتماعي وفي دي بي وكارت ترافاي دارونا فيها غير الشهور اللي فايته دابا مع 17 11، ولكن العام اللي فات ما داروناش. كلشي الاوراق اللي عطاونا، عطاونا واحد وثائق مزيفه. نعم عطاونا واحد اللي يخدموا هنايا عامين وشهرين. عنده واحد فيش دو بي، عنده واحد لا فيش دو بي. وما توصلناش والضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي كيف ربطوا الضمان الاجتماعي، ولكن ما دخلوا الخدمه هذه الخدمه لا. كاين اللي يخدم عامين ودخلوا ليه 26 يوم، كاين اللي يخدم عام ما دخلوا ليه حتى نهار، كاين اللي يخدم عامين دخلوا ليه يومين 6 ايام. شهرين دوزوا له كلشي. دابا اتصلتوا بموقع الريفينو على اساس انه يحضر يدير لكم جينا هنايا. الريفينو باش يوصل لنا الكلمه المسؤولين. دابا شنو غادي تقول لديك المسؤولين؟ داك الشيء اللي بغينا نقول. شنو بغينا الحقوق ديالنا، بغينا التعويضات. الشركه راه مشات كانوا من الحق ديالنا 6 شهور ديال عام وشي 6 شهور ديال العمل ما لقينا والو. لا اوراق لا يديك لا يخليك. قال لنا غير ندار صافي مع بالتالي كيقولوا لك رجع اللباس ولا ما نخلصوكمش، رجع لك شويه ولا ما نخلصوكمش. شكون كيقولها؟ انا ولا؟ قال لي المسؤولين ديال انا هذه القريه تاعنا. شكون هذوك المسؤولين؟ قال لي مسؤول بالعيد، قال لي الا ما رجعتوش اللي بود ديالكم راه غادي ينقصوا لكم الخلاص، غادي ينقصوا لكم هذه كيهدونا. المشكل هو تغييب الحوار مع العمال نهائيا. يعني العمال كاملين ما كنعرفوش المسؤولين تاع هذه الشركه نهائيا، عمرو شفناهم، عمرو وقفوا معنا باش يتحاوروا معنا على يعني شركه مجهوله نهائيا. وبغينا احنا الكرامه نتاعنا، العمال بغاو الكرامه نتاعهم، بغاو حقهم، المستحقات نتاعهم كيسالوا مستحقات كثيره كنا تكلمنا عليها، المستحقات كثيره. يعني دوك كان اللي يخدم معاهم 3 سنين، كان اللي يخدم عامين، كان اللي يخدم عام ونص، مازال ما يعني المستحقات كانوا يقولوا. وبالنسبه لمرتشي كان المسؤول الاول ومشيتوا عنده؟ المسؤول الاول مشى عنده النقابه لواحد الاجتماع مع النقابه. المسؤول الاول السيد زارو، المدير العام على المشروع نتاع مارشيكات، تكلم معاه، مشاو عنده اعضاء من المكتب، مشاو الاعضاء نتاع المكتب النقابي مشاو عنده، قال له حنايا يعني الشركه ما عادي تمشي، تقدر يعني تجي شركه اخرى من بعد هذا الكونترا، كاين ديك الشركه القديمه هذه اللي حنا خدامين معها انا ما تمشي حتى تعطيكم المستحقات نتاعكم كاملين، عاد ما نضيعوكمش. قال ما تمشي من حتى تعطيكم المستحقات. هذا وعد من المدير العام. المستحقات ضروري. اش كتقصدوا المستحقات؟ المستحقات فيها يعني عندنا تعويضات الضمان الاجتماعي، عندنا الصندوق تاع الضمان الاجتماعي عندنا خاوي. يعني كان اللي عنده، كان اللي مديكلاري له 18 شهر عنده 26 يوم اللي مديكلاري، يعني بنسبه يومين في الشهر. كاين اللي ما دخلوا كاع حتى نهار، كان اللي صفر عنده 0 نقطه. عملنا عاود كاين ايام العطل، ايام الاعياد، السبت المهم قال لي نصوا القانون الشغل، خصهم يعطيونا المسائل القانونيه ديالنا، وراه كاين نقابه ان شاء الله حنايا معاهم حتى يعطيونا القوانين، والله غادي نصدعوا النضال ان شاء الله، نصعدوا النضال الى ما سيدي كنشكرك. وحنا ما كنطلبوش منهم شي حاجه كبيره، غير تعويضات، وراه ما كنطلبوش منهم شي حاجه اللي غادي تقهرهم ولا. نشكركم ونتمنى الرساله تاعكم توصل ان شاء الله الرحمن الرحيم.